السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ بصوا بقى، احنا الأيام دي الجو حر وعايزين ناكل حاجات كده حلوة وخفيفة كده وسهلة. معانا ايه بقى النهاردة؟ معايا ده قشر بياض، فيليه قشر بياض. بصوا اللهم بارك، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بصوا عامله ازاي، ده اقل من نص كيلو. ماشي. ده انا جايباه فريش من عند السماك من السوق، وجايباه كده. عايزه بقى اعمله معاكم دلوقتي كده بخلطه حلوه جدا عشان نقليه مع بعض. بصوا انا هقطعها كده اهي معايا بالطول زي ما انتوا شايفين. ماشي. انا غسلاه طبعا كويس جدا بليمون وسايباه يتصفى. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقطعه كده معاكم عشان خاطر نعمل له احلى تتبيله مع بعضينا. هنقطعه كده بالطول نصين. طبعا نص كيلو ده اقل من نص كيلو، هيرمي معاكم كتير جدا. ممكن تعملوا جنبيه سمك ماكريل مشوي، او سمك بولتي، او ممكن نعمله جنب بربونيا. تمام. اي نوع سمك تاني انتوا عايزين تعملوا جنبيه، بس انا النهارده هستكفى ان انا اعمله كده لوحده، لان هو ما شاء الله هيرمي معايا كتير وانا مش محتاجه اعمل جنبيه حاجه. اهو بصوا السكينه بس مش عايزه تجيب الحته الجلد دي. بصوا اهي قطعناها كده اهي بالطول نصين. وبعد كده هنقطع النصين دول، احنا هنعمله زي الصوابع كده يا جماعه، يبقى حلو جدا وملحم وبيبقى جميل جدا جدا في الاكل ومغذي طبعا للولاد. اهو هنقطع النصين اللي احنا قطعناهم تاني لنصين بالطول اهو عشان نعمله زي الصوابع. تمام. بصوا السمك الفيليه ده حلو جدا في الاكل، ومن الاسماك كده اللي هي الحلوه. اهو بتاكلي انت بتاكلي حاجه ما فيهاش عظم خالص، يعني هو بيبقى مخلي من العظم تماما، ما بيبقاش فيه عظم خالص، وبيبقى حلو جدا جدا، وبيبقى لحمه ابيض كده وجميل. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين بقى كده. هقطعها بقى صوابع على حسب الحجم اللي انا عايزاه والطول اللي انا عايزاه. هقطع بقى كل الكميه اللي معايا دي، وهقطع كمان النص دوت التاني اهو على 2. يعني كده معايا السمكية اللي هي الفيليه الطويلة اللي انا كنت بوريها لكم في اول الفيديو دي، هعملها على اربع قطع كده طول اهو. بصوا هقطعها كده على 4 عشان خاطر تدي معايا كمية، وفي نفس الوقت هتبقى صوابع كده لما نيجي نقليها فيليه تبقى حلوة جدا. نحطها بقى في عيش بلدي مع سلطة مع رز، اي حاجة بقى احنا عايزين ناكلها بيها. هخلص بقى انا تقطيعها وهوريها لكم بقى في الاخر الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي عشان ما اطولش بقى عليكم الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي، قطعته كده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا شرايح كده بالطول، صوابع كده حلوه اهي. بصوا ملحمه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا حلو جدا جدا. هعمل له بقى التتبيله دلوقتي معاكم اهي. بصوا كله كده قد بعضيه. دي بس لو يعني دي عريضه شويه، لو عايزين بقى نقطعها تاني نقطعها، بس انا مرضتش اعرضها عن كده او اخليها تبقى اكنس من كده عشان خاطر من تحت هي ما فيهاش. بصوا فلو قسمتها كده نصين هتبقى من تحت رقيقه جدا اهي. بصوا التقطيع اللي انتوا بقى عايزينها كله اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا. هعمل بقى التتبيله دلوقتي معاكم وهقول لكم هنحط دلوقتي ليه عشان نطلع احلى معانا احلى بانيه سمك معانا ممكن ناكله. بصوا بقى يا حبايبي، معايا هنا بقى معايا بقى الخلطه اللي انا هحطها على السمك الفيليه بتاعي اهي. هقول لكم بقى دلوقتي هنحط احنا هنا معانا، اللهم صل على النبي، الله اكبر يعني. بصوا احنا هنحط معانا هنا معلقه كبيره من الثوم المهروس، ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، وعليهم 3 ليمونات كبار عصرهم. السمك يا جماعه سواء سمك فيليه او سمك عادي بيحب جدا جدا الثوم والليمون طبعا، والكمون اساسي. ما بحطش اي حاجه في الخلطه بتاعتي غير ال3 حاجات اللي انا قلت لكم عليهم الاساسيين دول، او ال4 اللي هم بقى. بصوا الخلطه اصلا شكلها عامل ازاي. بصوا لونها حلو جدا، لونها جميل قوي قوي. دي هريسه شطه كبيره، معلقه كبيره هريسه شطه، معلقه كبيره ثوم، معلقه كبيره كمون وكزبره وملح، من كل حاجه معلقه كده كبيره حلوه تكون مليانه.
ومعانا 3 ليمونات كبار انا عصراهم بالتفل بتاعهم بكل حاجه. هعمل ايه بقى؟ هاخد كده معلقه كبيره كده اهو، هحطها كده على الفيليه بتاعي، فيليه او بانيه بقى، اي طريقه بقى انتوا حابين تعملوها بيه او اي مسمى هيمشي معاكم. وهقلب كده فيه. بصوا التتبيله دي هتخلي الفيليه بتاعك تحفه 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 بجد، يعني هتاكلوه والله العظيم بجد هتدعوا لي. هديله كده تقليبه كده محترمه، وهحط معلقه تاني اهي. بصوا اهو، بصوا هفضل كده ايه اقلب كده فيه فوق وتحت عشان انا عايزاه كله ياخد من طعم التتبيله اللي انا عاملاها اهو. بصوا عامل ازاي. شوف بقى دلوقتي هنسيبه يتبل كده حوالي ايه نص ساعه كده في التتبيله الحلوه دي، وبعد كده بقى هنعمل له بقى ايه الخلطه اللي احنا هنقلي بيها اللي هتخليه يطلع معاكي مقرمش وطري وحلو جدا جدا ومستوي من جوه. شوف بقى هنحط ايه دلوقتي، بس هسيبه نص ساعه بس يمسك كده ببعضيه ويتبل كده مع نفسه. التتبيله دي تخش لكل واحده كده فيه اهو. بصوا شكله تحفه بجد، وريحه التتبيله دي في منتهى الجمال. يا جماعه السمك انا ما بحطلوش خل، لان الخل هيخلي السمكيه بتاعتك تتهري، ولما تيجي تقليها هتلاقي لحمها من جوه شارب زيت كتير ومهري معاكي مش حلوه، وهتبقى طريه كده ومش ناشفه كده وحلوه ماسكه نفسها ومش مقرمشه. فانا ما بحطلوش خل ده خالص، انا بحط ليمون زي ما قلت لكم وكمون وتوم وهريسه شطه وكزبره وملح وفلفل، او ملح بس، ملح وبس كده، ما بحطش حاجه تاني. كمون وليمون وتوم وهريسه شطه وكزبره وملح، ما بحطش اي حاجه تاني عليه. تمام. هسيبه بقى انا كده يتبل مع نفسه كده نص ساعه، وهرجع لكم بقى تاني هقول لكم بقى هنعمل فيه ايه وهنحط عليه ايه عشان نطلعه بالخلطه الحلوه اللي انا هعمله معاكم بيها ويطلع مقرمش ويبقى حلو كده من جوه وطري ومستوي معانا. بصوا بقى يا حبايبي، معايا هنا بقى الخلطه اللي هي بتاعت الدقيق اللي انا هعمل بقى بيها البانيه بتاعي او الفيليه بتاعي السمك اهو. بصوا زي ما تسموه بقى، بس هو لو بانيه بيبقى ليه طريقه تانية مختلفه في الايه في العمايل، هبقى اعملها برده معاكم. انما ده هنخليه بقى فيليه، فهنعمله ايه بالطريقه دي. تمام. هو في الاساسي المسمى بتاعه فيليه سمك. تمام. الاسم التاني بقى البانيه ده زي ما قلت لكم بيختلف بقى في طريقه العمايل، فعشان كده بنقول عليه بانيه. بصوا بقى معايا ايه الخلطه بتاعتي الدقيق بتاعتي. انا معايا هنا ده مقدار دقيق قيمه كوبايه كده ونص. ومعايا حاطه عليها ايه بقى، حاطه عليها معلقتين كبار نشا اهم لسه ما قلبتهمش، حاطه عليها معلقه كركم كبيره، حاطه عليها معلقه كزبره كبيره، معلقه كمون، معلقه ملح. انا بتبل الدقيق بتاعي يا جماعه عشان نخلي طعم السمك بتاعنا الفيليه حلو جدا. سواء بقى بتعملي سمك مقلي فيليه او بولتي او اي حاجه تانية انت بتقليها او مكرونه او بربونيا، بعمل لها الخلطه دي بتبقى تحفه وبتخلي طعم السمك بتاعي حلو جدا جدا، بتبقى مطعمه جدا، ما تبقاش طبقه الدقيق كده لوحدها وخلاص كده بيبقى طعمه كده مش حلو. انما دي بتخلي السمكيه وانت بتاكليها متطعمه من نفس التتبيله اللي انت متبله بيها السمك. طبعا ايه ما فيهاش بقى ما فيهاش توم طبعا، بس هي حاطين التوابل اللي احنا حاطينها للسمك. الدقيق اهو قلبته كويس جدا. انا عايزه كل النشا وكل التوابل اللي انا حطيتها تبقى متمكسه كده مع بعض حلوه اهي. هعمل ايه بقى، هنزل بقى معايا بالدقيق بتاعي او بالفيليه بتاعي، هنزل بيه في الدقيق اهو. هاخد شريحه كده واحده اهي. بصوا حلو جدا. هديها كده تعفير الدقيق خفيفه. ومعايا هنا ايه، معايا ده طبق اهو فيه ميه ماشي. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنزل كده تاني بواحده كده تاني اهي. انا عايزه الفيليه بتاعي يتبدر كده بالدقيق اهو، عشان هقول لكم دلوقتي بقى هنعمل فيه ايه. عملت معاكم واحده التانية اهي، ادي التالتة. شوف بس كده معلقتي على جنب. بصوا بقى الطبق اللي هو ده اللي فيه الميه اهو، الطبق اللي فيه الميه هنعمل ايه بقى فيه. هننزل كده بالفليهيه بتاعتي بله خفيفه ونطلع، وننزل تاني على الايه، على الدقيق اهو. بصوا اهو،
ونمسك بقى كده وايه وننطر كده من على الدقيق اهو. هتدي معاكي شكل كده الزجزجه الحلوه دي اهي. بصوا الزجزجه الحلوه دي، وهتدينا قرمشه حلوه جدا لما نيجي نقليه. هعمل معاكم واحده تاني اهي. هنزل كده بسرعه في الميه واطلع، وانزل تاني على الدقيق واديها ايه، اديها الزجزجه دي كده. هرجعها تاني على الدقيق واديها الزجزجه. ما بططش بايدي، ما بططش الايه الفيليه بايدي اهو. بصوا كده بنفض كده. بصوا شايفين القرمشه بتاعته وشايفين دي هتطلع مقرمشه جدا اهي. بصوا هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها وهقليه معاكم دلوقتي وهنشوف هنقليه ازاي. بصوا يا حبايبي بقى معايا الزيت بتاعي قدح اهو كويس جدا. وبصوا اللهم صل على النبي اللهم بارك يعني اهو. دي كميه الفيليه بتاعي. هنزل كده ايه هقليه كده اهو. طبعا النار عاليه، وبعد ما هنزل كده في الزيت هوطي النار شويه عشان خاطر ما يتحرقش معايا وياخد طبقه من بره ويبقى من جوه ايه ني. حلو جدا يا جماعه وجميل جدا جدا. انا عملت معاه شويه رز وشويه سلطه خضراء وعيش كده بلدي، وغدا كان حلو كده وخفيف اهو. بصوا حاولوا تظبطوا كده يعني ايه ميزانيه بيتكم كده على قد احتياجاتكم. شوفوا انتوا محتاجين ايه اليوم بتاعكم هتمشوه ازاي. حاولي كده توفري وتدبري كده اكل حلو لاولادك واكل مفيد، وفي نفس الوقت ما تكلفيش نفسك كتير. هو السمك النهارده في السوق يعني هي لحد ما غالي شويه بس حلو وشغال الحمد لله يعني على اي حاجه. انا جايبه النهارده الفيليه دوت جايبه كيلو ب 250، ودول ما كملوش نص كيلو بالظبط، ما كملوش نص كيلو. وهنأكل ولادنا وهنعمل حبه الرز وحبه السلطه يعني حسبة 150 130. لو هتشتري بقى خضار وحاجات سلطه وكده هتبقى ايه هتبقى دي اكلة يومك يعني. يعني الاكله تكفي 4 افراد وحلوه جدا ومغذيه جدا. هسيبه بقى يتحمر. طبعا انا معليه النار بس مش قوي، وهخليه ياخد لون كده ذهبي حلو، وهطلعه بعد ما يتحمر وهوريه عشان بس ما اطولش عليكم ايه الفيديو. ولحد ما يتحمر كده هفضل ايه اخلص كل الكميه اللي معايا دي كده مع نفسي وهوريكم بقى الايه الاكل في الاخر عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي خلاص الفيليه بتاعي اهو. بصوا قليته كله اهو. بصوا شكله عامل ازاي ولونه حلو ازاي، واخد لون ذهبي كده جميل. وبصوا حلو جدا جدا ومقرمش كده من بره وطري وحلو كده من جوه مستوي وحلو جدا. انا بحب اعمله صوابع كده عشان خاطر يبقى خفيف كده في الاكل واحنا بناكله، ما يبقاش حته كبيره كده في ايد ولادي وهم ماسكينها يعني يعرفوا يمسكوها كده وياكلوها تبقى حلوه على ايديهم خفيفه اهو. بصوا السلطه بتاعتنا الخضراء الجميله دي. انا مرضتش اعمل سلطه الطحينه وقلت نعمل سلطه خضراء كده وشويه رز خفاف. اكل كده يكون خفيف النهارده كده وغدا يكون خفيف. قولوا لي ايه رايكم اهو في الفيديو، وايه رايكم في الاكل بتاعي بقى اهو. بصوا تحفه والله العظيم بجد. السلطه تحفه طعمها حلو جدا جدا. انا بعملها ايه بحط فلفل الوان طماطم بصل بقدونس، ولو عندي شويه شبت بحط لها شويه شبت وبصلايه صغيره، وبحط لها بقى ايه الدريسنج بتاعها وطبعا خيار، وبحط لها الدريسنج بتاعها اللي هو خل وشويه كمون وشويه ملح، ما بحطش اكتر من كده اهي. بصوا تحفه. وبصوا الرز الصياديه بتاعي شكله عامل ازاي، لونه حلو جدا وطعمه حلو جدا جدا اهو. بصوا شويه الجرجير طبعا اساسي طالما في سمك، سواء بقى سمك او فيليه او مشوي اي حاجه او جمبري لازم جنبيها كده شويه الجرجير الحلوين دول. طبعا الجرجير اهو مغذي وحلو جدا برضو للولاد. بصوا اكله كده حلوه جدا موفره وفي نفس الوقت خفيفه وسريعه، مش هتكملي نص ساعه وانت بتعمليها، وفي نفس الوقت مغذيه للولاد اهو. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.